معانا النهارده ضيف عزيز على قلبي جدا، اتعلمت منه حاجات كتير. معانا النهارده بابا المجال الحقيقي والفعلي. معانا المهندس احمد غتوري، رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للبادل ورئيس الاتحاد العربي للبادل. ليه السبق في ادخال اللعبه في مصر، وكان من اوائل الناس اللي مارسوا اللعبه في مصر. احمد، وجودك معانا اضافه، متحمسين جدا ان احنا نستفيد من خبرتك. اشكرك يا وائل. نورتنا. طيب خلينا نبدأ كده بالباك جراوند بتاعتك، خلفيتك. احكي لنا عن نفسك كده شوية وعن بداياتك في الرياضة. لا انا يعني زي ما انت قلت انا مهندس باي اديوكيشن، يعني درست هندسه صناعيه. في نفس الوقت بعد الهندسه اخدت طبعا ماستر في البيزنس ادمنستريشن وماستر في الابلايد ريسيرش. وحاليا اون ذا بيرسونال ليفل برضو الاكزيكتيف فايس بريزيدنت للفاميلي بزنس غتوري ميديكال سبلاي، واحنا مصنعين لمستلزمات طبيه يعني. اتس فاميلي بزنس، انا الثيرد جنريشن فيها. ومن ناحية الرياضة فأنا كنت طبعا بدأت كنت لاعب تنس أصلا، يعني ما كنتش لعيب طبعا قوي جدا، ولكن كنت بلعب تنس وكنت كنت بنافس في التنس، وفي نفس الوقت برضه لعبت ومارست ألعاب قوة. فكده بس ان ناتشل يعني. بعاد عن بعض قوي التنس والعاب القوة. لا انا كان معروف عني اصلي ان انا كنت سريع جدا، وكان عندي عامة الاكسلريشن عندي كان سريع جدا جدا جدا، وكانوا بياخدوا بالهم دايما في التنس ولما بلعب كورة وكده. ففترة من الفترات وجهوني لألعاب القوة ورحت، يعني يمكن بدأت ألعاب القوة متأخر شوية، بس حققت فيها نتائج كويسة برضو. ألعاب القوة كنت يمكن خامس جمهورية في الوثب الطويل، ويعني كنت وصلت فيها لحبة حاجات لعبت كويسة. مين اكتر، تنس ولا لا طبعا التنس أنا لعبت العاب قوة؟ من 4 سنين لحد 18 تقريبا سنة. وقفت 18، والعاب القوى لعبتها من او بعد كده يمكن شويه، يمكن 19 او حاجه. والالعاب القوى بداتها من 16 لحد 25 تقريبا. يا مم. طولت فعلا في العاب اه القوة، اه يعني ده اه سن يعتبر كبير في العاب القوة. يعني مش كبير قوي، بس يعني في الاخر طبعا اضطريت اسيبها، لان هي العاب القوى من ضمن الالعاب اللي محتاجه تدريب محتاجة شاق يعني تدريب مستمر. فيعني بس يعني اعتبر ان انا يمكن اخر بطوله ليا كانت 24 سنه او 25 سنه. وايه اللي خلاك تسيب التنس؟ لا التنس طبعا انت بتوصل عند مرحله معينه بتلاقي نفسك ان انت يعني انا ما كنتش زي ما قلت لك لعيب قوي جدا في التنس. كنت يعني ما كنتش لعيب يعني قدرت اوصل لمستويات عاليه جدا في التنس. كنت بتمرن وكانت رياضتي الاساسيه، وكنت في فريق نادي سبورتنج. بس وقتها بقى كان معايا جيل تقيل جدا بصراحه في الفتره دي يعني. فما وصلتش يعني ان انا اكون حاجه قويه جدا في التنس، بس زي ما قلت لك كانت بالنسبه لي رياضه احترافيه وكنت وكنت في فريق النادي، وكنت بتمرن بصفه يوميه وكل حاجه. لكن بتيجي عند مرحله بقى تبقى عارف ان انت بالنسبه لك هيبقى صعب، وكنت وقتها يعني نتائجي في العاب القوه كانت احسن كتير، ومع دخول الجامعه فكان لازم اختار حاجه من الرياضات يعني. طب احكي لنا ازاي ابتديت قصة البادل. ايه اللي جذبك للبادل وازاي قررت انك انت تدخل المجال ده؟ لا هو البادل انا اصلا اعرف البادل انا بالصدفه، يعني من حوالي 3 4 شهور كده. عارف لما بيطلع لك الميموريز بتاعت الفيسبوك والقصه دي كلها. فانا اول مره لعبت بادل كان في 2007 في اسبانيا. انا اصلا ليا علاقه قويه باسبانيا، لان انا كانت جزء من نشأتي هناك ودخلت مدارس هناك. فانا عارف لعبه البادل من زمان يعني، ودايما كنا بنلعبها انا سوشيال ليفل في اسبانيا لما كنت بروح في الصيف وكده. بس صراحة برضو يعني عمرها في وقتها ما جت في بالي ان انا ادخلها مصر، ولازم برضو الحق يرجع ان مش احمد غتوري اللي دخل لعبة البادل في مصر، ومش احمد غتوري اللي حط اول ملاعب في مصر. انا يمكن اللي بدات الجزء الانستتيوشن بتاع البادل بتاسيس الاتحاد المصري للبادل والحصول على الاعتراف عليه من وزاره الشباب والرياضه والقصص دي كلها. يمكن احكي لنا انا على القصص دي، لا ما انا ده احكي لك كان طبعا على السؤال القصص. الجاي. انا احكي لك على الحقيقة يعني. القصص دي كلها، ولكن انا طبعا خلي بالك الحاجات دي دايما بتبقى تاريخ ومؤرخ، ولما تطلع مني انا لازم اكون في قمه الدقه، اللي انا بحب ادي كل واحد حقه صراحه. فهو اللعبه هنا بدات، انا عارف ان اول ما لعبه اتحطت في 2014 كان يمكن احمد بيه صديق وامير السماحي. القصه دي دايما هتفضل بينهم رايحه راجعه يعني، ولكن برضو احب اذكر في الفتره دي امير السماحي انهم كانوا حاطين من اوائل الملاعب البادل. وبعد كده اللي كان ليهم دور كبير جدا في انتشار البادل برضو بصراحه هم وقتها بادل بود خالد ناجي وسيف ابو سنه. عملوا شغل جامد جدا على ان هم بداوا يعني ينشروا اللعبه من ناحيه اللي هي يعني فكره بقى ان هم عاملين شركه وبيبنوا ملاعب وبيزودوها. وانا فاكر لحد 2019 تقريبا كان عندنا 50 ملعب في مصر فقط يعني.
طبعا 50 وقتها مش ملعب من 2014 ل 2019. وانا دايما بحس كده ان في كل بلاد العالم في تيبنج بوينت، ان الجروث فيها بيبقى بطيء شويه وبعد كده بيقلب اكسبوننشال. احنا النهارده يمكن بنتكلم مفيش حصر فعلي، ولكن بنتكلم ان احنا عندنا اكيد فوق ال 1500 ملعب، ده طبقا لحصر الاتحاد الدولي للبادل، ان هو يمكن ما عندوش الحصر صح 100%، ولكن أنا اتوقع ممكن يكون اكتر كمان من 2000 ملعب. فانت عندك في 5 سنين وصلت من 2000 من صفر ل 50 50 ملعب، وبعد كده جيت في 6 سنين وصلت من 50 ل ل 2000. 1500 2000. انجاز فالفترة رهيب دي طبعا. فالفترة دي طبعا كان وقتها بادل بود وجو بادل، امير سماحي وخالد في جو بادل، وخالد وسيف في بادل بود، كانوا عاملين نشر محترم للعبة. ولكن كنا في حتة بقى ان احنا عايزين اللعبة تقلب انستتيوشنال، عايزين يبقى عندنا منتخبات، عايزين يبقى عندنا ناشئين. فوقتها اتعملنا كده جروب عمل اللي احنا يعني كان وقتها هم اوريدي في اتكلموا، اخدوا خطوات مهمه مع الاتحاد الدولي للبادل، ولكن كانت مشكلتنا كلها ان احنا ازاي يبقى الاتحاد هنا مستقل بذاته، لان وقتها كان الاتحاد تحت الاتحاد الاسكواش. كان نشاط يعني من ضمن نشاطات الاسكواش مش التنس، مش عادة التنس. بيبقى تحت التنس. لا مش لازم، يعني في بلاد في العالم تحت التنس، في بلاد العالم تحت السكواش، في بلاد العالم تحت البادمنتون. يعني هو ملوش، المهم ان هو الاتحاد الدولي في الفتره دي كان بيحاول يكبر بصوره كبيره جدا، فكان بيوافق ان هو يتم ادراج النشاط ده تحت احد اي انشطه اتحاد موجود في البلد. يعني المهم يكون معترف بيه يعني داخل الدوله او داخل اجهزه الدوله يعني. فاحنا في الفترة دي لما كنا بنتكلم لما ما كناش حصلنا على ولا عملنا اي خطوات خالص خاصة باتحاد البادل، وكان في ريزيستنس كبير جدا يعني ان احنا نقدر نطلع الاتحاد البادل دوت كاتحاد مستقل. طبعا خطوات اشهار الاتحاد طبقا لقانون الرياضه يعني خطوات مش عايز اقول معقده، ولكن خطوات مش سهله. يعني لازم تدور على 6 انديه بتمارس اللعبه وتجيب من عندهم جواب، يعني بدون دخول في تفاصيل صعبه يعني، لكن جواب بشروط معينه موثق من اماكن معينه ان هم بيمارسوا اللعبه، وتخلق بقى بايلوز، وتطلع بعد كده تجيب لوائح. موافقة الاتحاد الدولي للبادل، وبعد كده وكان في علاقة مع الاتحاد الدولي للبادل في الوقت ده، طبعا ولا كان طبعا لسه انا من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها كويس جدا يعني الحمد لله، ان انا قدرت ان انا اقوي علاقتي جدا بالاتحاد الدولي للبادل في المرحلة دي، ده لان حقيقي علاقتك دايما اه متميزة مع الاتحاد الدولي، اه وده هيجيبنا لسؤال هقول لك عليه بعدين. اه بس يعني في الفترة دي لولا دعم الاتحاد الدولي للبادل، يعني انا رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو بعت ايميلات رسمية بيدعم قضيتنا وبيقول ان هو يعني، وده يمكن كان من اهم القصص بسبب انشاء العلاقة من الاول. وبالظبط كده يعني. فهو وطبعا كان اعتقد اللغة طبعا ونشأتك طبعا هو لا الخلفية الاسبانية ساعدت طبعا، كتير. لان هو هناك اصلا الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي للبادل اصلا بتتعامل باللغه الاسبانيه، فلو انت مش فاهم اسباني انت بتحس ان انت منعزل انعزال غير طبيعي. وطبعا احنا برضو عملنا حاجات كويسه مع الاتحاد الدولي، اللي احنا بعتنا منتخب ناشئين المكسيك ينافس على ده من يعني ده اكيد هيجي وقتها مع ده سنة كام؟ وقت الناشئين 2021 هيجي 2021. وقتها اكيد احكي لك عليه لانها قصه برضو فيري انترستنج. فقدرنا ان احنا نعمل كده، وبعد كده بصراحه كان في دعم قوي جدا من معالي الوزير صراحه، يعني الدكتور اشرف صبحي. لولا دعمه كان استحاله الاتحاد دوت يرى انه، يعني الناس كانت فاكره ان احنا يعني ليترلي كانت فاكره ان احنا بنهزر، يعني اللي هو يا جماعه سيبوهم يجمعوا اوراق، بس في الاول وفي الاخر استحاله يطلع من تحت الاتحاد الاسكواش. وبعد كده معالي الوزير طبعا بكلمه منه احنا اشهرنا الاتحاد في وقت قياسي. يعني انا يعني موضوع اشهار الاتحاد ده لوحده ممكن يتعمل يعني كتاب، يعني ان احنا اشهرنا الاتحاد ازاي، والتشالنجز كنت بتروح الانديه تقول لك انا ازاي اصلا ادي لك جواب ان انا بمارس اللعبه اذا كان انا جاي لي نفس الجواب من وزاره ان هم تحت الاسكواش، فانت بتطلب مني ان انا انت ناقد نفسي. مين؟ اه. ف بقى بالالحاح والطرق ويمين وشمال وزورنا يمكن، يعني في الاخر احنا عملنا الجمعيه العموميه التاسيسيه اللي تمت فيها الانتخابات كان مين وانتخبوني الست رئيس. فرق او الست الانديه كان اللي تمكنت من سبورتنج، اقناعهم؟ صيد اسكندريه، اليخت، نادي الاتحاد، في انديه خاصه بس الانديه الخاصه للاسف الوزاره ما اعترفتش بيها موجوده، يعني كان نيو جيزه وكان سماش،
بس وقتها يعني مع انهم كانوا مدعميننا جدا، بس الحته دي القانون فيها مش واضح قوي، فهم قالوا لا احنا لازم يكون يعني 6 انديه، 6 انديه مش خاص. مش خاصه. فلا يعني الموضوع كان يعني انا بقول لك هو يتالف فيه، يعني احنا يمكن اقصر اتحاد تم اشهاره، وقصص يعني مش عايز اخوض فيها بالتفاصيل لان هي يعني بس يعني حاجات بقى مع اللجنه الاولمبيه وتروح يعني انا بقول لك ده ممكن يتالف فيه مجلد كامل عن كيفيه اشهار الاتحاد المصري للبادل. الحمد لله في الاول وفي الاخر انا برجع الفضل لربنا ان هو وفقنا بيه، لان كان الناس كلها بتقول ان هو استحاله يعني يتم استحاله تأسيسه يطلع. في لا الوقت كان ده. الناس بتتكلم ان هو استحاله يطلع و اتس امبوسيبل ومش هيشوف النور بس يعني في الاخر زي ما بقول لك طبعا دعم ربنا، طبعا توفيق ربنا رقم واحد، دعم مع الوزير بصراحه يعني انا لازم اديله حقه في الموقف اللي عمله في حته اشهار الوزاره. وبعد كده طبعا كل الكوميونتي بتاع البادل اللي كانت بتساند جامد جدا، كل واحد بطريقته يعني. وفي الاخر الحمد لله تم اشهار الاتحاد المصري للبادل بتاريخ مارس 2000. القرار الوزاري طلع في مارس 2022، وبعد كده تم اشهاره رسميا في الجريده الرسميه في شهر 6 2022. 22. انجاز رهيب يعني الحمد الحقيقه، لله. تحدي كان صعب جدا وانجاز رهيب. م- الحقيقه يعني مش عارف ازاي يبقى يقدر ويتحط في لا الحمد مكانه لله، انا المظبوط يعني من يعني. ضمن الحاجات اللي احنا لفينا مثلا اظن عشان نجيب الست ورقات دول لفينا على 50 نادي تقريبا، ويمكن اكتر كمان. احنا لفيت شخصيا على 50 نادي او اكتر ان انت تطلب منهم الورق دي. بس يعني انا مش عايز الوقت ده كله يروح في الحلقه في حته الاشهار دي، بس يعني اكيد ممكن يكون عندنا ليه مواضيع كتير مواضيع نتكلم يعني عنها. ممكن يكون موضوع لوحده تماما يعني. طيب قول لي، من اول ما اسست بقى الاتحاد لغايه النهارده من 22 لغايه 2025، ايه انجازات الاتحاد؟ وانا بص عارف احنا انها انجازات كتير يعني بص بس. احنا عملنا حاجه اسمها الايجيبت باد ريبورت، ودي حاجه احنا فخورين بيها جدا واطلقناها من حوالي 3 اسابيع كده مع معالي الوزير في مؤتمر صحفي في اسكندريه، ومع معالي الفريق احمد خالد محافظ محافظ اسكندريه. وده اول اندكس رياضي في مصر. الهدف منه انا بصراحه اتعلمته عن طريق حاجتين، يعني الفكره جات لنا عن طريق حاجتين. جات لنا عن طريق حاجه اسمها الورد باد ريبورت، اللي هو الاتحاد الدولي في شهر 9 اللي فات اطلق مؤشر اسمه الورد بادل ريبورت، بيقيس فيه مقياس البادل على مستوى العالم. وفي نفس الوقت برضو عن طريق انا عضو جمعيه رجال اعمال اسكندريه، وليا الشرف يعني ان والدي ترأس هذه الجمعيه فتره من الفترات. فكانوا عاملين حاجه اسمها مؤشر اصلاح في 2009 و2010، وكان بيقيس مناخ الاعمال في مصر عامه عشان تشجع الانفسترز ان هم يجوا مصر ويعرفوا ايه الحاجات اللي هم ممكن يعني التحديات، ويبقى في نفس الوقت برضو حاجه بتساعد الدوله ان هي تحسن المؤشرات عامه اللي خاصه وجذب بالاستثمار. الاستثمار. فانا قلت ان احنا طب ما احنا عندنا حاجه في مصر البادل، فانا عايز اعمل مؤشر رياضي اسمه مؤشر بادل مصر، بيقيس فيه مقياس تقدم بكل شفافيه، مقياس تقدم البادل في مصر. انا عايزه يكون بيخص كل الستيك هولدرز، مش بس اللاعبين والمدربين، حتى المستثمرين اللي بيجي يفكر يحط فلوسه في مصر في البادل. طب انا عايز ارجع له في كم ملعب في مصر، في كم مضرب بيتباع في مصر، ايه الاوفرول بيزنس، كل تفاصيل كل التفاصيل بحيث ان هو يقدر يخدم مجتمع الخاصه البادل كله باللعبه. على بعض. فهناك كل انجازاتنا موجوده هناك، واي ثينك يعني انجازاتنا قويه جدا. لكن لو انا حبيت اذكرها يعني بحاجه لنا بسيطه، اكبر اتنين يعني تلاتة احنا انجازات. مركزين مينلي على 4 مين بيلرز: البطولات الحاليه وتوسيع قاعده الممارسه الناشئين، الكوتشز والتدريب، والدوري المصري للبادل. لو بصينا على كل حاجه من دول احنا تالت اكتر بلد في العالم نظمت بطولات دوليه في اخر 3 سنين. نظمنا بطولات دوليه، يمكن دلوقتي دخلنا في 30 بطوله دوليه، والحمد لله بنفتخر برضو ان معظمها بالتعاون مع القطاع الخاص، فما كلفناش الدوله اي حاجه خالص. ده رقم مهم جدا، وده ساعدنا ده ده اظن. رقم ممتاز. لا واظن من ضمن الحاجات اللي ساعدت جدا اللعيبه المصريه ان هي يكون ليها من البدايه خالص حته نشيل الرهبه في الاحتكاك والقصه دي. والنهارده بنشوف لعيبتنا المصريه عندنا لعيبه كتيره، مش عايز انسى حد زي يوسف، زي جورج، زي علي زغلول. لعيبه النهارده اصبحت فارقه عن كل اللعيبه العرب واللعيبه الافارقه واللعيبه الاسيويين حتى من ناحيه الترتيب، لان هم بداوا يشاركوا في البطولات الدوليه دي من بدري يعني. فده كان انجاز مهم جدا الحمد لله. واليوم تواجد في التصنيف العالمي، طبعا فدي لا مهمه ويعني جدا. اللاعب المصري النهارده احنا يعني عندنا يمكن في اول ترتيب 150 على العالم في 10 جنسيات بس منهم مصر، يوسف حسام يعني.
فدي حاجه في حد ذاتها اظن كان ليها دور كبير ان هم يقدروا يشاركوا هنا 30 بطوله دوليه. شاركنا، كنا اول فريق افريقي يشارك في كاس عالم، وكنا اول فريق افريقي يحقق فوز في كاس عالم، واول فريق عربي فوزنا بالبطوله العربيه. الحمد لله. ده من ناحيه كنا برضو اول فريق افريقي سيدات يشارك في اخر نسخه في كاس العالم. من ناحيه الناشئين الحمد لله حصلنا على المركز التاسع، ده كان انجاز غير طبيعي بالنسبه للبنات ان في اول مشاركه يحصلوا على المركز التاسع. لاعبتنا بتمثل تقريبا احنا سادس اكتر دوله فيها لعيبه دوليه في العالم كله. يمكن سابع او ثامن اكتر دوله في العالم نظمت بطولات FIP Promises. اكتر دوله على مستوى الوطن العربي كله وافريقيا واسيا نظمت كورسات مدربين. فاظن ده كده ان ناتشل يعني الحاجات اللي احنا عملناها الفتره يعني الاخيره دي. بس يعني لو الناس اللي انجازات مهتمه بجد بارزه. عايزه تبص على الانجازات ممكن يخشوا يقروا الايجيبت بادل ريبورت، هيشوفوا فيه وكل حاجه ده مدعمه موجود بارقام فين؟ من موجود على الويب سايت بتاع الاتحاد المصري ايجيبت للبادل، بادل ريبورت على الويب ايجيبت سايت بادل بتاع ريبورت. ويقدروا برضو يخشوا على الورد بادل ريبورت، وفي الورد بادل ريبورت هيشوفوا ان مصر اوريدي الحمد لله في اقل من 3 سنين اصبحت من اهم 10 دول على مستوى العالم في البادل طبقا لاحصائيات الاتحاد الدولي، مش احصائياتنا احنا يعني. فالحمد لله اي ثينك ان احنا قدرنا في خلال سنتين ونص او 3 سنين ان احنا نوصل لارقام متقدمه جدا. بس طبعا احنا ما زلنا عايزين اكتر من كده. بس اي ثينك يعني ان التيم والاتحاد، التيم كله، انا دايما بحب اقول ان الاتحاد المصري للبادل مش احمد غتوري، هو بورد وفريق تنفيذي. انت كنت واحد فيهم فتره من الفترات، وبشكرك على تشرفت طبعا. وبشكرك يعني على كل الانجازات اللي انت قدرت تحققها، لان في الاول وفي الاخر اتس تيم ورك ومنظومه شغاله حقيقي. كلها، هو مش شخص بينجح يعني. انت اتكلمت عن المشاركات المنتخبات في كأس العالم سواء ناشئين او كبار او سيدات، والانجازات طبعا كبيرة جدا جدا. بس تأسيس وإنشاء وتجميع أول منتخب ده ليه طعم تاني، صح؟ طبعا. احكي لنا كده عن أول بطولة دولية وأول تشكيل للمنتخب واللحظات التاريخية دي، إزاي اخترت المدرب، تشكيل الفريق، يعني ادينا تفاصيل القصة دي. بعد ما اشهر الاتحاد في شهر 3 22. 2022 طلع الشهر الرسمي شهر 6، وكان عندنا كاس عالم في شهر 11 في دبي. كان تصفيات المفروض برضو ولا كان المفروض يبقى نهائيات؟ في قطر واتنقل في الاخر في دبي. فانا اول حاجه عملتها ان انا بعت تصفيات، بعت طلب للاتحاد الدولي للبادل ان التصفيات تبقى في مصر، والحمد لله وافقوا على هذا الطلب. ان هو بسبب العلاقات الجيده الحمد لله وافقوا ان التصفيات تبقى في مصر. طبعا بعد يعني مناهدات وسبونسرز، لان طبعا انت بتيجي بتدفع فلوس كتيره، فقدرنا الحمد لله نجيب سبونسر في وقت قصير جدا جدا جدا. كان وقتها بنك القاهره، اللي بشكرهم برضه ان هم كان ليهم دور كبير بصراحه معانا في الفتره دي. عملنا التصفيات في التجمع، كانت من احلى الايفنتس اللي ممكن تحضرها في البادل في حياتك يعني. كان جمهور كوره يعني القصه يعني، كان فعلا انا فاكر في النهائي مع ايران كان اكنك قاعد في الدرجه الثالثه يعني بتشجع كوره يعني. وقتها انا طلبت من كارلوس بوتزوني، هو صديق برضو مدرب ستوبا، قلت له عايزك تبعت لي مدرب، فبعت لي مدرب فعلا، وصفوا في الاخر على قوام المنتخب اللي تأهلنا بيه الحمد لله. وكارلوس بوزوني نفسه قعد معانا على الدكه بتاعه كان قاعد معانا على البنش في كاس العالم، وده في حد ذاته ذكريات جميله جدا. ورحنا هناك الحمد لله الناس ولاد الله، احنا كنا كنا مفاجات البطوله. صحيح حصلنا على المركز ال 15 من 17 وفزنا على قطر فزنا على قطر والامارات، بس كنا قريبين جدا 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 من الفوز على المكسيك جدا يعني، وده كان هينقلنا من المركز الثامن لل 12. فطبعا دي بطوله لا تنسى بالنسبه لي، وتصفيات فعلا حقيقه يعني. يمكن ده من احلى الايفنتات اللي حضرتها في حياتي، وكانت قصه تاهل تاريخيه يعني. لحد دلوقتي انت ممكن تخش تتفرج على يوتيوب، لو كتبت مصر ضد ايران بادل هتشوف المنظر كان عامل ازاي يعني. حاجه رائعه يعني. لا، قصة ملهمة جدا وقصة جميلة يعني. حتى وتاهلنا يعني الحمد لله، بت... تاهلنا كاس العالم بعد اشهار الاتحاد، لان اول مشاركه كانت مشاركه غير رسميه. انما الحمد لله تاهلنا اول مره للاتحاد، تاهلنا اول مره لكاس العالم بعد 3 شهور من اشهار انا فاكر يعني لما كلمنا معالي الوزير، لما انا كلمته بعد ما تاهلنا قلت له تاهلنا، ما هو ما كانش كان فاكر، ما كانش مصدق يعني ان هو انت ازاي عامل الاتحاد من 3 شهور وبعديها 3 شهور انت في كاس وجاي عالم متأهل يعني. لكأس العالم. وايه وكسبنا منتخبات اليابان وقتها كانت قويه جدا، كسبناهم، وكسبنا ايران في النهائي
نظير بقى وتومي ربنا يكرمهم، هم اللي اهلونا كاس العالم. مش عايز اقول هم اللي اهلونا يعني، بس كان ليهم دور كبير جدا 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 في تأهيل كاس العالم. فيعني كانت بطوله رائعه بصراحه. طب وحصلت على تمويل من وزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه في الوقت ده لا عشان لا لا المنتخب؟ خالص. مم، الدعم كله كان يعني هو الدعم سبونسرز. طبعا، هو الدعم مش فكره ان هم ما ادوناش. احنا لم نطالب بالدعم، احنا كان عندنا مبدا من الاول خالص، انا لو مش عايز لو مش عارف اصرف على الاتحاد ما اشيلوش. فكنا شغالين جامد جدا على السبونسر شيب، وقدرنا وقتها نحقق نجيب كام سبونسر. واللي عمل الايفنت ده وقتها كان عمرو منسي معانا في اي ايفنتس اللي كانت منظمه وحتى جالي ايميل شكر من الاتحاد الدولي للبادل ورئيس الاتحاد الدولي للبادل في الجمعيه العموميه اللي بعدها شكرنا مخصوص وقال دي احلى تصفيات اتعملت في تاريخ اللعبه كلها يعني، لما كان بيتابع هو الفيديوز والقصه دي كلها. طب الاتحاد بياخد دعم من وزاره الشباب يعني عموما يعني؟ لا مش لازم لا لا، المنتخب؟ يعني في اوقات معينه. يعني احنا ما خدناش غير دعم لحد النهارده ما خدناش اي دعم من الاتحاد الدولي مادي، خلي بالك الاتحاد يعني. المصري قصدي اسف، الوزاره. الوزاره يعني او اللجنه يعني الاولمبيه. لا، اللجنه الاولمبيه اصلا انت لعبه غير اولمبيه، انت مش فانت تستحق كاتحاد انك انت لا يبقى لا ليك لا لا جزء خالص. من بادجت وزاره الشباب لا، والرياضه؟ انت اولا زي ما بقول لك احنا لازم نطلب، احنا ما بنطلبش، ولكن بصراحه لما بنطلب ما بنتاخرش. يعني هو الدعم نوعين، دعم مادي ودعم تنظيمي ودعم في كل حاجه تانية. هما بصراحه ما بيتاخروش علينا خالص حقيقه يعني. بس احنا الدعم المادي الوحيد اللي خدناه لحد دلوقتي هو لما كنا طالعين باراجواي السنه اللي فاتت رايحين كاس العالم، عشان تذاكر السفر بس كانت ب 2 مليون جنيه. فطلبنا جزء مبلغ. من المبلغ علشان خاطر، وادونا فعلا جزء من المبلغ عشان خاطر كان استحاله ان احنا تذاكر بس ب 2 مليون جنيه رايحين باراجواي. فكان استحاله ان احنا نقدر نغطي المبلغ دوت كله بصراحه يعني. يعني تمويل ذاتي الاتحاد ذاتي. الحمد لله. وانت مخطط ان ده يستمر ولا مخطط ان يبقى في دعم من؟ لا والله اتمنى ان ده يستمر، لان انت في الاول وفي الاخر النهارده الرياضه صناعه، وانت عشان يبقى عندك صناعه فانت محتاج تمويل عشان تخلق بطل. انت لو راح تطلب من الدوله فانت برضه تطلب من الدوله قد ايه؟ ما انت عارف احنا كلنا عارفين الظروف وعارفين ان النهارده بالنسبه لنا الرياضه اصبحت ان اندستري، فانت ما ينفعش تعتمد في الاندستري دايما على الدعم. ما ينفعش يبقى عندك بالنسبه طبعا. لك الدعم طبعا ممكن يغطي، والدعم اللي اكبر من كده هو دعم الدوله بقى نفسها. ان انت عايز تعمل كاس عالم يجيبوا لك الموافقات، يساعدوك ان انت تجيب اسعار احسن للاوتيلات، يساعدوك. ده الدعم ده كله موجود. ولكن الناس دايما بتفهم فكره الدعم ده يعني فلوس. لا، الدعم مش فلوس بس، الدعم حاجات كتيره جدا. لا، انك تحضر فايلات عشان تكسب بيها تنظيمات، انك يعني حاجات تنظيميه وحاجات يعني النهارده في افريقيا هم اللي دعمونا جامد جدا في الاتحاد العربي، ان احنا نكسب الاتحاد العربي. سياده اللواء احمد ناصر كان معانا بنفسه، رئيس الاتحادات الافريقيه والعربيه، هو اللي كان حضر بنفسه الجمعيه العموميه التاسيسيه. ده كله انواع دعم اقوى بكتير جدا من الدعم المادي في وجهه نظري. لا اكيد الدعم المعنوي اقوى، واكيد ان البلد مش هتأخر على الاتحاد، هو جزء من البلد يعني. طبعا طبعا بس الدعم المادي بيساعد طبعا طبعا على اكيد اكيد بيسهل عليك امور كتير، اكيد. فانا عشان كده بسأل على الدعم المادي. طب قول لي بصراحة كده، بما انك انت من 22 او من قبل سنة 2022 مسؤول عن الاتحاد وتأسيسه وإدارته حتى النهاردة 2025، ازاي بتقيم الاتحاد الفترة اللي فاتت مقارنة بتوقعاتك؟ يعني انت كان في عندك اكيد توقعات واهداف معينة، ازاي بتقارن الاتحاد النهاردة بالتوقعات بتاعتك واهدافك في الاول؟ بص، هو صعب جدا الواحد يقيم نفسه جدا يعني. ولكن لو انت هتقول لي على كي بي ايز معينه، اكيد في حاجات سعيد بيها جدا، واكيد في حاجات حاسس ان انا محتاج اشتغل او محتاجين نشتغل عليها اكتر ديفينتلي يعني. سعداء بالحاجات اللي انا قلتها لك اكيد يعني. اظن محتاجين نطور جامد من برنامج البطولات عندنا. البرنامج الخاص باشتراك اللاعبين والبطوله والقصه دي كلها، دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنواجه فيها مشاكل اكيد. محتاجين نشتغل اكتر يمكن على موضوع الانديه. محتاجين نشتغل اكتر على موضوع مدارس. ففي يمكن كام حاجه كده مبادرات مبادرات معينة ممكن عايزين تساعد على نشتغل. نشر اللعبة. ممكن نشتغل عليها احسن اكيد يعني. ولكن باوفرول اقدر اقول ان انا سعيد الحمد لله باداء الاتحاد، وسعيد ان مصر اصبح ليها دور كبير على المستوى الدولي. يعني زي ما بقول لك يمكن مصر النهارده الناس كلها بتعملها حتى في الجماعي. ويمكن حتى من ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها، احنا كنا اول دوله برضو عربيه بتشارك في كاس عالم سينيورز. ويمكن الجماعه ده حقيقي. يمكن الناس اللي جم معانا شافوا قد ايه مصر
متقدره عن طريق رئيسها وعن طريق اتحادها هناك، ودول كلهم ناس طبعا كانوا ناس من صفوه المجتمع، فكانوا ورجال سعداء. اعمال بالظبط كده، ورجال اعمال فشافوا قد ايه. فالحمد لله سعيد بالمكانه اللي مصر وصلت لها في البادل على المستوى الدولي اكيد. ودايما مصر بيكون ليها دايما الحمد لله رئيس الاتحاد الدولي لازم دايما في كل جمعيه بيشكر مصر وبيتوجه بالشكر لمصر. ومصر اللي خلي بالك برضو ليها الدور الحمد لله النهارده ان احنا دخلنا دول عربيه كتيره للاتحاد الدولي. يعني مصر كان ليها دور دول عربيه كتيره، وخلينا يعني جبنا الحمد لله اعتراف لعبه البادل. لان انت عارف عشان تخش الاتحاد الدولي لازم يكون عندك اوراق معينه من ضمنها اعترافات الدوله بيك كلاعبه، فبتجيبها من يا اما اللجنه الاولمبيه يا اما الوزاره. الحمد لله احنا في الجزائر احنا اللي ساعدنا الاتحاد الجزائري انه يجيب الاعتراف من اللجنه الاولمبيه. الحمد لله احنا اللي اشتغلنا مع المغرب عشان خاطر يخشوا الاتحاد الدولي. نفس الحكايه مع الاردن، نفس الحكايه مع موريتانيا. يعني احنا الحمد لله كان لنا دور برضو قوي جدا ان احنا نقوي الدول الشقيقه واللي حوالينا. دي حاجه خارجيه مباشره معاهم ان احنا ندعمهم ويخشوا اللعبه، عشان خاطر طبيعي لما حواليك يتطور انت هتتطور. ده غير الدور طب العربي اللي انت بتقوم ورؤيتك بيه ايه يعني. للفتره اللي جايه وخططك واهدافك للفتره القادمه ان شاء الله للاتحاد؟ يعني بما ان احنا قلنا وضع الاتحاد من 22 ل 25، ايه الفيجن بتاعتك ورؤيتك للفتره اللي جايه؟ لا احنا رؤيتنا ما بتتغيرش، دايما قايمه على الفور مين بيلرز. بنحاول دايما ان احنا لما نطلع اوت اوف فوكس نرجع في الفوكس بتاعنا. هو اللي هو اهم بيلر فيهم هو تطوير قطاع الناشئين وتطوير قطاع المدربين، الدوري، وفي الاخر طبعا ان احنا الناس اللي بتلعب حاليا في البطولات. ده بالترتيب كده هم دول الفور مين بيلرز، وهتلاقيهم ان هم كلهم في الاول وفي الاخر بيخدموا على بعض. وبنوصل لمرحله اللي هي في الفيجن بتاعنا ان احنا عايزين يكون عندنا لعيب من التوب 20 بلايرز ودينا سبان اوف 5 to 7 years. فاحنا النهارده فات منهم سنتين او ثلاثه، فاحنا بنطمح ان احنا في خلال يعني 5 سنين من النهارده يكون عندنا لعيبه ممكن تكون ظهرت حتى لو مش في التوب 20، في التوب 50، في التوب 40 حاجه. ده هدفنا ان شاء الله. رؤيه محترمه جدا، واعتقد انها بترضي كل المجتمع بتاع البادل، لان هو دي تطلعات كل مجتمع البادل حاليا، سواء من الممارسين هو محترفين مدربين انديه. اعتقد يعني ان ده التطلعات بتاعت المجتمع كله. السنه اللي فاتت كان في كاس العالم، المنتخب المصري عمل انجاز زي ما انت قلت، انجاز ان هو وصل لنهايات، منتخب السيدات وصل لنهايات كاس العالم واخد مركز معقول جدا مش وحش بالنسبه لاول مشاركه. تطلعات برضو مجتمع البادل والناس ان المنتخب الاول للرجال برضو يوصل نهايات كاس العالم، للاسف بسبب شويه صعوبات وشويه مشاكل ما حصلش الكلام ده وما وصلناش. ايه اسباب عدم الوصول في رايك، وازاي نتفادى القصه دي في المستقبل ان شاء الله، عشان نفضل دايما اصحاب الدور القيادي اتليست على الاقل في منطقه الشرق الاوسط واسيا وافريقيا؟ بس التأهل لكأس العالم من مقعد أفريقيا وآسيا يعتبر أصعب تأهل موجود في كل دول العالم في البادل. عشان عدد المقاعد قليل. عشان النهارده أنت الاتحاد الدولي للبادل بينص على في النظام الأساسي بتاعه أو في البايلوج بتاعته إن كل سنة بيتأهل 9 مباشرين أو 10. لو المنظم من ضمن ال9 فبيتأهل 9، لو مش من ضمنهم يبقى بيتأهل 10 لكأس العالم مباشرين. فأنت عندك 6 اللي بيتنافسوا هم التسعه في التصنيف السابق، 9 في التصنيف السابق. وبعد كده عندك 6 مقاعد، عندك 7 مقاعد، واحد بيروح لصاحب الأرض، أصبح عندك 6 مقاعد. ال6 مقاعد دول بيتنافس عليهم بقية الناس الموجودين في البادل. أمريكا الجنوبية دايما بتاخد لها يا مكان يا مكانين، أوروبا بتاخد لها مكان يا مكانين، أمريكا الشمالية بتاخد لها يا مكان يا مكانين. في الآخر بيفضل عندك مكان واحد لأفريقيا وآسيا. فيبقى عندك تقريبا 16 17 دولة بيتنافسوا على مقعد واحد. احنا الحمد لله افضل الناس في العرب، ولكن دول مش بس عرب، دول عرب ومعاهم استراليا ومعاهم اليابان ومعاهم ايران. وانت اقوى منتخبات في المنطقة مع مصر هم ايران واستراليا. اليابان يعني نزلت شوية دلوقتي، والامارات مؤخرا. الامارات اللي هم عاملين ان هم جابوا لعيبة وجنسوهم. فانت اصبح ان انت بتلاعب لعيبه تقريبا تصنيفهم 70 80 على مستوى منتخب العالم. اسبانيا الثاني. اي بالظبط كده، ف 70 80 على العالم. فطبعا الموضوع هم ليهم وجهه نظر معينه، واحنا اتكلمنا معاهم، هم ليهم وجهه نظر معينه.
احنا يعني مش محتاجين نتفق مع عليها، ولكن احنا متفاهمين. محدش يقدر يلومهم. ما حدش يقدر يعني نتيجه فانت خلاص. بتشوف ازاي اوصل وراحوا للنتيجة. وحققوا مركز خامس على العالم في الحته دي، وفي الاول وفي الاخر علم الامارات المركز الخامس على العالم. فهو دي استراتيجيه عندهم، ويعني سواء اتفقت او اختلفت عليها زي ما انت قلت ما حدش يقدر يلومهم. هم اخذوا القرار وهم بالظبط. يعني احنا بنقول بالبلدي كده اللي تكسبه لعبه. يعني بس احنا بندور برضو على النتائج طويله المدى في نفس بس الوقت. هو في الاول وفي الاخر المشكله مش في الامارات، المشكله ان انت ازاي في مقعد 16 18 بلد بتلعب على مقعد واحد. هي دي المشكله الرئيسيه، دي مشكله كبيره. اللي خلى الامارات تعمل كده هو ده كده اصلا، ان هو لا، ان هو بالنسبه له خلاص يعني if you are playing unfair انا برضو I will play in my way بقى. يعني لو انت النهارده لان احنا فهم ده يعني ده انا اظن هو دوت اللي قاد الى السيتويشن هذا، ان هو كان عايز يتاهل لكاس العالم عشان بعد كده يقدر يخلق جيل من الناشئين يمارس في كاس العالم وفكر يحترم طبعا. يعني فانا ما اظنش ان هم هيستمروا يجنسوا كده على طول، وده الكلام اللي هم بس في دول تانية ممكن تتخذ نفس الاتجاه بالظبط كده، فتبقى مشكله اكبر طبعا. فهو انا اظن الاتحاد الدولي النهارده بيحط هو قرار جديد خاص بعدد الدول اللي بتشارك والقصه دي كلها. احنا اللي حصل هناك ان احنا الفريق كان ماشي كويس جدا وكنا ممتازين، اللي حصل ان في مباراه واحده ضد استراليا من الثلاث مباريات لم نوفق، وشيء طبيعي، هي رياضه كده ما ينفعش مكسب وخساره. احنا مره تاهلنا ومره ما تاهلناش، والمره الجايه ان شاء الله نتأهل. طبعا. بس انت زي ما انت قلت هي المشكله الحقيقيه فين؟ المشكله الحقيقيه في توزيع المتاهلين طبعا. يعني ما هو التسعه الاوائل اللي بيوصلوا مباشره ما هم دول فيهم من اوروبا وفيهم من امريكا. لا انا دايما خلي بالك، انا دايما من افريقيا انا اكتر واحد بيعترض على القصه دي طبعا. كل مره في الجمعيه العموميه بتصدر انا في القصه دي، وفي الاخر رئيس الاتحاد الدولي بيزعل مني بعديها وبيقول لي انت بتحرجني. اقول له طب ما انا لازم ادافع عن، انا بحبك واصحاب وحبايب وكل حاجه، بس انا لازم ادافع عن مصالح المنطقه ومصالح بلدي. انا جاي مش هتفسح، انا جاي عشان خاطر اقول المشاكل اللي ايه. فانا النهارده بالنسبه لي انت ارجع للاعيبتي اقول لهم ايه، ويمكن هم الناس اللي في مجتمع البادل عارفين هذا الكلام والدول العربيه، ان انا جهزت خطاب وبعته مع رئيس الاتحاد الياباني اللي هو عضو في المجلس اداره الاتحاد البادل، وبعتناه، وهو رئيس الاتحاد الدولي في الاخر راى ان المصلحه العامه تتمثل في كذا، وهم في الاخر المجلس اداره الاتحاد الدولي هم اصحاب القرار ورأوا كده. ولكن احنا ابدينا اعتراضنا اكتر من مره واثنين وثلاثه، لان لعبتنا تستاهل اكتر من كده، لعبتنا تستاهل اكتر من كده حقيقه. ومستوانا العالمي في ناس معينه احنا لو كنا رحنا كاس العالم كنا ممكن نجيب مراكز احسن من ناس راحت كاس العالم، لكن انا متاكد منه 100% يعني. هو ده الحقيقه هيخلينا نسال طب واحنا ليه اتحاد او مش اتحاد، ليه التصفيات اسيا وافريقيا؟ ليه ما تبقاش افريقيا لوحدها واسيا لوحدها زي ما امريكا اللاتينيه لوحدها وزي ما امريكا الشماليه لوحدها واوروبا لوحدها؟ عشان ده هيساعدنا اكتر ويزود فرصنا ويزود فرص الفرق الاسيويه في نفس الوقت. بس انت لحد السنه اللي فاتت، عشان كده ده انا كنت بحكي لك من شويه على مجهوداتنا ان احنا ندخل دول افريقيه في الاتحاد الدولي للبادل، والحمد لله احنا حاليا 9 دول افريقيه في الاتحاد الدولي للبادل. وانشاء الاتحاد الافريقي بيتطلب كام في دوله؟ لا دي قصه تانية خالص بقى. بس احنا دلوقتي هم 9 دول افريقيه موجودين في الاتحاد الدولي للبادل. مصر الحمد لله كان ليها دور ان احنا ندخل منهم 5 مباشره، من ليها دور قصدي سواء مباشر او غير مباشر، ان احنا بنحطهم من كونتاكت مع الاتحاد الدولي للبادل. مش احنا اللي مسؤولين عن ندخلهم، يعني لازم يبقى كلام واضح يعني. مش انا بدخلهم، بس انا بعلاقتنا في الاتحاد الدولي بنحطهم من كونتاكت بسرعه، بنخلص لهم الورق لو في اي دوله واقفه عندها وبيستفيدوا اوراق معينه الحمد لله. بس انا قصدي كان السبب الرئيسي ان احنا نفصل افريقيا عن اسيا. لما يعني تم فصل افريقيا عن اسيا؟ لا ما انا بقى انت سالتني ليه احنا ما بيتفصلش، عشان انت كان قبل كده افريقيا فيها 3 دول، كانوا دولتين مصر والسنغال، فمش هيدي لك مقعد على دولتين صح. وبعد كده بقينا مصر والسنغال وتونس ما بتسجلش في تصفيات كاس العالم، فما زالوا دولتين. فيجي يقول لك يعني انا اروح ادي ل 12 دوله في اسيا مقعد وادي لك انت دولتين مقعد؟ ما يقدرش. فقال لك خلاص حط له 2 دول على اسيا اكنهم اسيا خلاص. فدي كانت القصه. بس النهارده بعد ما اصبحنا 9 دول في الدول الافريقيه، لو احنا نجحنا ان احنا نساعدهم ان هم يسجلوا في التصفيات، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا دورنا كريادي ان احنا مش بس ان هو يبقى في الاتحاد الدولي لكن يبعت تسجيل في كاس العالم. في الحاله دي استحاله ان هو يضم اسيا وافريقيا ويديهم مقعد واحد. فانشاء الاتحاد الافريقي واقف على الحته دي ولا لا
الاتحاد الافريقي دي قصه ثانيه خالص. الاتحاد الافريقي انت باصص له من جزئين. في الاتحاد الافريقي اللي يتم الاعتراف بيه من الاتحاد الدولي للبادل، وحاليا في البايلوز بتاعه الاتحاد الدولي للبادل اي اتحاد عشان ينشأ ويتم الاعتراف بيه من الاتحاد الدولي للبادل كاتحاد كونتيننتال زي اتحاد اسيوي او اتحاد افريقي او اتحاد كذا، فلازم يكون مر عليه 3 سنين. فانت حاليا مفيش اي اتحاد قاري على مستوى العالم. اللي انت بتشوفه بادل ايجيا وبادل امريكا وبادل يوروب، دي مش اتحادات كونتيننتال، قاريه. دي لجان عاملها الاتحاد الدولي للبادل ومسميها هو داخليا الاتحاد الاسيوي والاتحاد كذا. ولكن لو انت النهارده رحت للجنه الاولمبيه الاسيويه قلت لهم هل انتوا عندكم اتحاد اسيوي للبادل؟ يقول لك لا. هو لسه لم النهارده حاليا الاخ العزيز طارق زينة رئيس الاتحاد القطري تم تعيينه رئيسا للاتحاد الاسيوي للبادل اللي هو داخل الاتحاد الدولي للبادل. وفي خطوه احنا طبعا باركنا له، وهو من ضمن الناس يعني يمكن الفتره الاخيره الدوله قطر عاملين شغل كويس جدا على المستوى العالمي طبعا. واحنا بنهنيهم على القصه دي. بس هو النهارده مازال بقى ان هو محتاج ان هو الاتحاد الاسيوي ده يتم ادراجه فيه في اللجنه الاولمبيه، ويقعد 3 سنين في اللجنه الاولمبيه الاسيويه. النظام الحالي بينص انه يقعد 3 سنين، لكن انا متوقع ان هم يغيروه داخل الاتحاد الدولي للبادل علشان خاطر بعد كده يعني يتم الاعتراف بيه فورا. وبعد كده يعني في حبه اجراءات كده هيعملوها علشان خاطر يتم الاعتراف بيه. ولكن احنا طبعا هم حاليا هو ده بادل ايجيا اللي هم عاملينه كاتحاد اسيوي. ودي طبعا كان من ضمن الاهداف الجميله ان احنا يبقى عندنا دايما الرؤساء الاتحادات الاقليميه عرب. دي حاجه تساعدنا جامد جدا يعني. طب فالحمد لله قطر خدت الرياده في القصه دي، وان شاء الله ربنا يوفقه يعني في الدور. الموضوع معقد جدا وصعب جدا وتشالنجز كتيره وتحديات وصعوبات. طبعا الله يكون في عونك فعلا. ربنا يكون في عوننا كلنا. طيب نروح بقى لحته مهمه جدا. احنا دلوقتي السنه دي سنه كاس عالم الناشئين، اخبار استعدادات منتخب الناشئين ايه؟ ده بقى انت تسال فيها سيف، لان انا اللي انا بحاول اعمله ان انا بحاول اطلع تماما عن الحته الفنيه بصراحه يعني. لان طبعا الحته الفنيه ليها ناسها، وانا بحاول ان انا يكون عندي الحته دي جوفرنس. ولكن من ناحيه استعدادات احنا السنه دي الحمد لله عدد اللاعبين اكتر كتير جدا، ودي حاجه يعني فعلا يعني مساعدانا ومخلينا سعداء باللي بيحصل حاليا. اخر بطوله دوليه بس كان فيها 95 فريق، من اكبر 5 بطولات دوليه اتعملت في تاريخ الناشئين. 95 ناشئ كلهم مصريين ما شاء الله، او 95 فريق كلهم مصريين. كان جامد جدا وكان حاجه يعني كانت حاجه الاتحاد الدولي باعت مش مصدق، بيقول لي يعني عايزين نعمل عندكم بطولات كل شهر، لان احنا كل لو اي حد دخل على البروميسز هيلاقي ميعادها في ايطاليا وفي اسبانيا كلها 40 30 يوم ما بتزيد قوي 50، انما 95 فريق ده كان حاجه يعني رقم ما شاء الله يدعو للفخر طبعا. فكفايه ان انا اقول لك ان احنا كاس العالم اللي فات كنا عارفين من شهر من قبلها 7-8 شهور اتليست 4 أو 5 اسامي من اللي مسافرين من ال4. دلوقتي احنا عندنا 10 اسماء لسه انت مش عارف فيهم، فوضع التنافس بيزيد. اظن المستويات بتزيد اكيد بتاعت الناشئين. في اقبال جامد على الحمد لله على حته الناشئين دي كويس جدا. هل ده بسبب كاس العالم ولا ده ترند بيزيد وهو ده بص اظن ان انت جاي بعد كده ما ينفعش تو اتريبيوت لوان سنجل فاكتور. طبعا في فاكتورز كتير. صحيح. فاكتور من ضمنها طبعا ان هو اللعبه بتكبر اكيد، بس خلي بالك في معظم دول العالم لحد النهارده بتعاني في موضوع الناشئين، وده يبان في الاعداد اللي بيخشوا. لو انت فتحت النهارده عادي اي حد ممكن يخش يفتح البروميسز عليها في IP، هتلاقي ان معظم دول العالم ما عدا الدول الرائده جدا في اللعبه هتلاقي ان هم في البروميسز ما فيش ناشئين خالص. فهو ترند بس مش بس ترند عالمي. اظن برضو جزء منه ان برنامج الرود 1000 جونيورز ده من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نحسنها جامد جدا جدا. انا لحد النهارده مش راضي عنه، ولكن اكيد برضو ليه ايفكت قوي ان احنا دايما بنحاول نروج على موضوع حته الناشئين والشغل اللي بيتعمل مع الانديه. احنا عندنا النهارده في اكاديميه مثلا زي سبورتنج فيها اكتر من 90 لعيب و60 لعيب ويتنج ليست. النهارده بدانا شغل مع نادي هليوبوليس في الاكاديميه بتاعته. فيعني في شغل جامد، في شغل بيتعمل يعني. عمر اشرف ومعاه نظير
عملوا في فتره مجهود كبير في برنامج ذا رود تو 1000 جونيورز، فده اكيد كان ليه جزء من الاتريبيوتس. الفتره الاخيره برضو كان بناء على طلب اولياء الامور عملنا بطولات كتيره برضو، نفس الحكايه برضو قطاع الناشئين عمر ونظير عملوا برنامج جديد كده ان يكون في دايما بطولات شغاله، فده شجع. فاظن هو اتريبيوتس ده كتيره. كان ليه دور جامد جدا في ان هو جذب عدد كبير من definitely. الناشئين. عشان كده بقول لك هو النظام it is not الجديد ده كان فعلا كان ناجح جدا it is جدا not one جدا. single attribute. انا I think ان هي حاجات كتيره، لكن definitely احنا حاليا وضعنا كويس. بنعمل كامب كل تقريبا شهر بنجمع فيه الناس وشغالين. وبدانا نعمل كمان مؤخرا بدانا نعمل نوع من الاختبارات البدنيه عشان نقيم بيها اللاعبين. فاي ثينك ان ممتاز. شاء الله الاستعدادات ماشيه كويس باذن الله. طيب كاس العالم نظامها ايه السنه دي؟ هل احنا هنلعب تصفيات ولا هندخل تاهل والله علمي مباشر؟ علمك انا نفسي اعرف. الاتحاد الدولي دايما بيتاخر في الحته انا دي. نفسي اعرف، بس هو احنا المفروض عرفنا هو يعني هيتعمل فين. هو في ده اسبانيا، انجاز. بس اكوردنج للباي لوز المفروض ان احنا بنات متاهلين خلاص، بس أوكي. الاتحاد الدولي ما حدش عارف حاجه يعني ايه اللي ممكن يحصل. هو اول 9 بيتاهلوا، ده النظام لا اللي انت لسه في الناشئين اول 12. اول 12. اوكي. طبيعي اول 11 زائد المستضيف. وهي ميعادها امتى؟ 29 سبتمبر ل 5 اكتوبر. ده خلاص يعني على الابواب. لا بنتمنى التوفيق للمنتخب ان شاء الله. وانا عارف المجهودات اللي بتتعمل من سيف وعمر ومنك ومن الاتحاد، وان شاء الله نتوفق في مركز حلو السنه دي يا باذن رب. الله. دعواتك ان شاء الله. سألك سؤال شخصي، ما بتفكرش يكون ليك دور في دور اقوى او دور مهم او دور قوي في الاتحاد الدولي؟ والله بص يعني اكيد اي حد بيفكر ان هو يكبر يعني، بس حاليا مش من اهم اولوياتي او اهتماماتي. كل حاجه بتيجي بوقتها. انا دوري حاليا ان انا اعمل حاجه كويسه للبادل في مصر، ونفسي ان مصر يكون ليها دور كبير واشوف بصمتي هنا. ولو انا حسيت ان انا في وقت معين عندي وقت، يعني مش عايز اكون منشغل، انا اوريدي عندي الفاميلي بيزنس ده واخد جزء كبير من وقتي، وعندي الاتحاد بحاول اديله حقه، وعندي مشاريع تانية شغال عليها برضو في حاجات تانية حاليا. فمش عايز ان انا اكون عندي يعني الفكرة مش بس في مناصب، او انا طول عمري بعيد جدا عن العمل العام، اكتر واحد في عيلتي بعيد عن العمل العام عامة. ازاي قادر توفق بين العمل العام والعمل الخاص، وخصوصا انك انت بسم الله ما شاء الله ناجح في الطرفين في الحتتين بقوة؟ والله بصي بقى انت عارف صعوبة يعني بص اولا توفيق من عند ربنا الحمد لله. اي حاجه الواحد بيعملها بيشكر عليها ربنا وبيقول الحمد لله. بس بقى انت عارفني واشتغلت معايا، انا من نوع الناس اللي ما بعرفش اقعد، يعني انا من نوع الناس اللي دايما بحس ان انا محتاج اعمل حاجه، ومحتاج ان انا هي دي الفتره اللي في حياه الواحد اللي يمكن بيبقى حاسس ان هو قادر يدي. ولو الواحد حاسس ان هو بيدي في عمله وفي نفس الوقت بيدي حاجه لبلده، فبيحس ان في بالانس كويس في حياته. ما افتكرش ان انا هقدر استمر اعمل كده كتير، لان يعني ربنا يدينا ويديك الصحه، بس الواحد كل ما ان شاء الله كل ما السن بيعدي بيبقى عنده اولويات مختلفه في الفاميلي، في ولادك، في القصه دي كلها. ان شاء الله نتمنى نشوفك في مكان مع الاتحاد الدولي باذن الله مؤثر، عشان القصص اللي اتكلمنا عليها والمشاكل اللي اتكلمنا عليها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب اروح للاتحاد العربي. الاتحاد العربي للبادل اللي انت طبعا رئيسه، هو اتحاد جديد صح؟ دي اول دوره، فانت تعتبر برضو اول رئيس اتحاد عربي. بدأ بداية قوية جدا، عمل بطولة جامدة جدا. مصر الحمد لله تمكنت انها تحرز المركز الاول فيها، وبعدين هديت شوية الدنيا والنشاط بتاع الاتحاد العربي هدي شوية. هل في خطة قادمة لان ان شاء الله عندنا بطولات السنة دي ان شاء الله. والوقفة دي كانت بسبب تنسيق كان بسبب تنسيق مع الاتحاد الدولي، كان عنده حبة تعليقات كده، طبعا احنا نقدر نعرفها ولا لا يعني حاجات كونفيدنشال يعني كده مع الاتحاد الدولي، يعني مش من ناحيتنا، من ناحيته هو اللي طلب عدم الافصاح عنها يعني. فدايما احنا بنحترم الاتحاد الدولي لان احنا جزء منه. بس ان شاء الله هيكون عندنا نشاط السنه دي ديفينتلي يعني، وهيكون في تغييرات كبيره في الاتحاد العربي ان شاء الله السنه دي، وهنرجع نتخذ اجراءات قويه عشان خاطر نحيي مره ثانيه الاكتيفيتيز ويكون لنا دور اقوى في حته الاتحاد العربي ان شاء الله باذن الله. نروح بقى لحته مهمه جدا جدا، الدوري المصري. الدوري المصري زي ما انت قلت ده منتج مهم جدا لانتشار اللعبة والقوة اللعبة وان اللعبة تكبر. الدوري المصري الاتحاد قام بتنظيم موسمين ورا بعض لغاية دلوقتي. الموسم الاولاني كان في منتهى القوة والتنافس، الموسم الثاني كان احلى وكان متنظم احسن. ايه توقعاتك للموسم الجديد؟ الدوري المصري ده في حد ذاته حلم، ويمكن انت حضرته من اوله. بالظبط.
الناس يمكن ما تعرفش الفرق ما بين انك بتعمل انك بتكمل حاجه وانك بتنشئ حاجه. تنشئ حاجه دي حاجه اصعب بكتير جدا جدا جدا، انك تقنع الناس بالفكره وتبيع للناس الفكره. فالحمد لله الدوري المصري ده كان هدفه اصلا من ضمن الحاجات اللي قوت جامد جدا قطاع الناشئين ونسينا نذكرها. لان احنا لما حطينا البرنامج، وانت كنت معانا من ضمن الناس اللي بنحط البرنامج مع بعض، ان احنا قلنا ان احنا عايزين دوري مرتبط، لان كان في رجال كتير جدا بيلعبوا بس ما فيش ناشئين، فاجبرنا كل نادي انه يبقى عنده فرق 18 و16 و14. والحقيقه في الموسم الاولاني الناشئين هم اللي جابوا الدوري، يعني هم بالظبط كده. اللي خلوا الفرق وفي تحرز الموسم الثاني مراكز برضه، عاليه. انا قصدي في الموسم وفي الثاني الموسم الثاني طبعا. وغير كده، انت النهارده بالنسبه لك انا بتجي لي تليفونات ما تعرفش نادي عايزين نلعب باسمه، انا قصدي الناس كلها بقت عايزه تشارك في يعني انا الدوري. بيجي لي نفس التليفونات بالظبط برضه. كده. فاصبح ان النهارده ده من ضمن الحاجات كان خطتنا ان احنا نخلي الانديه تشارك في اللعب، لان اللعبه طول عمرها بتشارك بره قطاع الانديه. توقعاتنا ايه في الموسم الجديد؟ بصراحه ما عنديش توقعات قوي، لان انا لسه ما قعدتش قيمت الحاجه، ولكن متاكد ان الدوري هيكبر 100%، لان في ناس مهتمه اكتر كتير، في لعيبه مهتمه اكتر بكتير. انا هدفي اكتر اهم ما هو يقوى، انا هدفي ان هو قصدي يكتر، ان هو يقوى، ان التنافس فيه يبقى اعلى، ان نشوف مباريات احلى. يعني انا النهارده احنا عندنا 10 دول، 10 فرق. 10 فرق بتشارك في الدوري. 10 عن 12 مش هتفرق معايا كتير، لكن نفسي يكون من اول الموسم احنا مش عارفين مين هيكسب الدوري. عشان كده احنا لحد النهارده الدوري بيعتمد على الناشئين في مكسبه وخسارته، مش بصوره حصريه ولكن بصوره كبيره. وعايزين نستمر ان هو يضغط بالطريقه دي، ان هو يفضل، وعايزين ندخل مراحل سنيه جديده. في ناس كده نازله تحت 12 سنه، في بنات تحت 14 سنه. فاللي احنا هنركز فيه السنه دي حاجتين، ان احنا اول حاجه ان احنا نحاول نخلي المباريات اكثر، يعني نخلي فرصه لكل الناس انها تنافس على الدوري. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان احنا هنركز اكتر في في الدوره المجمعه، هنحاول نخليها 3 او 4 دورات مجمعه، وده بناء على طلب الانديه برضو، لان هي التشالنجز بتاعه السفر والتروح وترجع والقصه دي كلها اصعب كتير. والتكلفه. بالظبط كده. فان شاء الله وطبعا كان عندنا دوري سينيورز السنه دي، ان انا كسبته، مش عارف انت عارف ولا مش عارف، بس لا انا عارف يعني طبعا، ما انا كنت هناك. سبورتنج انا يعني كنت كسبناه، وانا موجود. كنت بلعب اه في انا على 40، فكره هنيتك، وكسبناه انا مش جيت واسطه لك والله. هنيتك، بس انت كنت في اه وسط الزحمه. بس كسبنا، يعني كسبناه بحق ربنا، يعني ما اه الاتحاد لم يتدخل يعني في ايوه المكسب انا يعني. عارف طبعا. انا كنت هسالك الحقيقه دلوقتي، وانت سبقت وجاوبت على السؤال ده، عن إن الاتحاد دايما معودنا ان هو بيقدم حاجه جديده في الدوري كل سنه، بتساعد على التنافس بين الفرق. ودي حاجه طبعا تحترم، والفرق كلها عجباهم فكره البوينتس، النقط في اختيار اللعيبه والحاجات دي. وانت قلت لي ان السنه الجايه خلاص، انا كان سؤالي هل في حاجه جديده السنه الجايه؟ فطبعا فكره الدوره المجمعه دي فكره هايله جدا، وتقلل التكاليف وهتشجع فرق اكتر، وطبعا فكره زياده شرائح الناشئين، دي حاجات جديده ان شاء الله في السيزون الجديد. في حاجه تانية؟ في مفاجآت لحد جديده؟ دلوقتي والله بص، هو ده اللي عندي يعني، لو طيب في اي حلو، مفاجآت هو هقول لك حلو انت اول عموما. واحد حلو وعد. عموما. ايه ابرز المشاكل اللي قابلتكم في تنظيم الموسم الاولاني والتاني، وازاي الدوري قدرت اظن ان اكبر مشكله هو موضوع الانتقالات ومواعيد الدوري. لان لعيبه البادل مش كلهم يعني بيلعبوا بادل، بس معظمهم بيشتغلوا. فان انا اسافر بقى المنصوره الويك اند دوت، والويك اند اللي وراه كان فيه صعوبه. وحته الكوست اللي كان على الانديه في الانتقالات، ان انا كل اسبوعين 3 بسافر. فيمكن ده كان السبب الرئيسي اللي احنا بنحله عن طريق الدورات المجمعه. وكمان الفايبس بتاعت الدوره المجمعه احلى بكتير جدا، طب لان مصر كلها الكوميونتي بتاع البادل كله متجمع في مكان بيكون واحد موجود وبيتفرج. بيشجعوا. فاظن يعني ده من ضمن الحاجات اللي احنا هنحسنها جامد جدا، ان هي حته فكره الدورات المجمعه دي. هل ممكن قريب نشوف فرق شعبيه زي ذات شعبيه عاليه زي الاهلي والزمالك في دوري البادل؟ والله اتمنى ذلك، بس اظن يعني ان هم لسه الزمالك انا اتكلمت معاهم قريب، لسه ما عندهمش فكره الفريق يخش في الدوري قوي. بصراحه الاهلي لسه ما تواصلناش معاهم، بس طبعا يشرفنا سواء الاهلي او الزمالك. دي انت بتتكلم يعني مش انديه، انت بتتكلم على دول يعني، دول دي الشعبيه دي رموز، الجارفه. يعني رموز للبلد كلها. طبعا. فطبعا نتشرف بيهم اكيد، ولو في اي مجال ان هم يخشوا اكيد، يعني اكيد حاجه بس نفتخر هو بيها. النشاط موجود في طبعا نشاط موجود. ممتاز. وجوائز الدوري هتزيد السنه دي ولا زي كل مش سنه عارفين ولا؟ لسه والله، مش لسه. عارفين، هنبص عليها يعني، لسه مش متاكد. متوقع ايه انت في رايك يعني؟ والله انا متوقع ان الموضوع ما بقاش ليه علاقه قوي بالجوائز الماليه. برضو مش عايزين ان احنا نبدا باد هابت بعد كده ما نقدرش نستمر، لان كل سنه بتزيد، اكيد هتزيد بس مش ضروري بصوره سنويه. فلسه بنفكر فيها وبنحسبها يعني. وارد يعني، ممكن جدا. وارد طبعا شفنا كلام كتير الفتره اللي فاتت عن ان البادل هتبقى لعبه اولمبيه. الكلام ده حقيقي؟ واحنا فين من القصه دي
كلعبه عالميه، و... وامتى ممكن في رايك تنضم الاولمبياد؟ بس هو السؤال ده صعب قوي، عشان خاطر برضو تاني اتريبيوتس كتير جدا بتحدد الناس. الناس لازم تعرف ان في فرق ما بين لعبه اولمبيه وبرنامج اولمبي. لعبه اولمبيه يعني لعبه معتمده من اللجنه الاولمبيه للبادل. دي اول خطوه انت بتعملها قبل ما تخش في البرنامج الاولمبي. وده شيء صعب. عشان تعمل كده انت محتاج توفر 13 يعني زي ما نقول ايه، شرط 13 شرط. كل شرط من تحتيه بقى ابواب كتير. الاتحاد الدولي لحد السنه اللي فاتت كنا محققين 12 شرط من 13. خلاص. شرط ال 13 كان ان احنا نوصل ل 75 دوله مشتركه في الاتحاد الدولي للبادل. احنا عديناها. فالنهارده ورقيا احنا عندنا كل ما يسمح ان احنا نقدم على طلب ان احنا نبقى جزء من الاي او سي اللي هو اللجنه الاولمبيه الدوليه. واحنا حاليا في هذه المرحله. تم طلب مننا مجموعه ريكوايرمنتس. مصر الحمد لله كانت اول من اوائل البلاد اللي بعتت كل ريكوايرمنتس بالجفرنس بتاعها الحمد لله. وكنت انت ماسك الملف دوت الفتره دي مظبوط. والحمد لله وفينا كل الريكوايرمنتس المطلوبه مننا، وهم حاليا في مرحله الفحص. الاتحاد اللجنه الاولمبيه بتفحص الاتحاد الدولي. هل في شرط ان هو سنتين من ساعه ما بتقدم الطلب ولا انا فاهم غلط؟ لا طبعا في فتره معينه لازم فترة طبعا معينة. طبعا، بس هم يعني السنتين ده لو انت اتحاد بطيء جدا يعني. اوكي، يعني ممكن تبقى اقصر من طبعا كده. طبعا، بس هو بياخد وقت عشان يتفحص. وبعد ما بتخش طالما قدمت الطلب هل تقدر تدخل كلعبه استعراضيه ولا لا لازم الطلب لازم اول حاجه تخشها انت النهارده انك تبقى معتمد من الاي او سي. وانس انك اعتمدت من الاي او سي تقدر تطلب انك تبقى من ضمن البرنامج الاولمبي او تترشح تبقى البرنامج الاولمبي. اللي بيحدد البرنامج الاولمبي دوت المنظمة. لا، الدوله المنظمه ليها مجموعه العاب بيسموها العاب استعراضيه. لا ما اسمهاش استعراضيه. معلومات غلط خالص. لا اسمها اتكلم يا احمد. لا اسمها العاب الكتيف. هي بتختارها زي كده محليا. السكواش دخل امريكا 28 عشان امريكا هي اللي حطته من ضمن حقوقها. بيختاروا مجموعه من الالعاب، اظن مش فاكر 3 5 اظن 3 هم بيختاروها علشان خاطر تبقى هي من ضمن الالعاب من غير ما تعدي على الجمعيه العموميه. يعني السكواش ده جزء من الاولمبيكس اللي جايه. سكواش زي كده الكاراتيه في 2021 في طوكيو. دخلت مره وخلاص. فاهم. 2028 السكواش دخلت 2028 هتكمل بعد كده الله اعلم، بس هي حاليا 2028 بس. بعد كده بقى اللي بيحدد البرنامج الاولمبي نفسه مجموعه حاجات كتيره جدا 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 جدا، وبيتم اختيارها عن طريق جمعيه عموميه للجنه الاولمبيه الدوليه. قصه طويله عريضه. هم طموحهم ان اللعبه تخش 2032. في قبول جامد جدا من الاتحاد الدولي للبادل، قصدي من اللجنه الاولمبيه الدوليه للبادل. وشفنا يمكن توماس باخ من كام يوم كان في البطوله الدوليه للبادل ومعاه الرئيسه الجديده بتاعه الاتحاد اللجنه الاولمبيه الدوليه. في كلام كتير جدا عشان هي سحبه كبيره جدا من الشباب وعليها فيور شيبس عاليه جدا، فالناس كلها عايزاها. ولكن الحاجه اللي مهمه جدا ان احنا نحتفل بيها ان البادل دخلت الالعاب البحر المتوسط 2026 و2027. صح. في الاثنين يعني 2026 دي الالعاب البحر المتوسط، و2027 العاب البحر المتوسط الشاطئيه حطوا فيها بادل برضه. فدي كلها انديكيشنز. هي مش هتبقى شاطئيه ولكن هتتلعب مع البحر المتوسط الشاطئيه. ونفس نظام التصفيات؟ لا ما ده بقى بحر متوسط بس مفيش تصفيات. بحر متوسط مفيش تصفيات صح. انت بتبعت 2 بيرز. انا حتى كنت مع سكرتير عامل العاب البحر المتوسط من حوالي شهرين كده وشرح لي يعني هتتعمل ازاي والقصه دي كلها وربنا يوفقنا ان شاء الله فيها ان شاء الله. ازاي في رايك نقدر نزود قاعده ممارسي البادل في مصر؟ وايه خطه الاتحاد اللي شغالين عليها عشان نحقق ده؟ بص اظن ان احنا دورنا ان احنا ننشر البادل كمان في الاقاليم. يعني البادل في اسكندريه وفي القاهره في حته كويسه، في عدد ممارسين كتير سواء بقى على المستوى الهواة او على مستوى المنصوره وبورسعيد دلوقتي بقى فيهم قاعده ممارسين كبيره. محتاجين بقى نخش على بيت طنطا، بنتكلم على الشرقيه، كل دي محافظات مكتظه بالسكان. اسيوط
انا اظن ان هو ده دور مهم جدا من البادل، وان احنا نبدا ندخله طبعا. في المنظومه الرياضيه للبادل، سواء انديه، سواء كليات تربيه رياضيه، سواء مدارس. هي دي اكتر حاجه، ولازم نركز جامد جدا في قطاع الناشئين. عملنا برنامج مدارس لم نوفق فيه قوي لحد النهارده، لكن مستمرين فيه، مش هنفقد الشغف فيه. ده اهم حاجه بالنسبه لنا. يمكن الناس اللي ما تعرفوش ان احنا حاليا برضه شغالين بصوره قويه جدا على برنامج الحافز مع الوزاره، ان احنا ان شاء الله يكون البادل داخل في الحافز الرياضي، وان شاء الله هنوصل لكده قريبا. فشغالين يعني في مستوى الناشئين. في مبادرات تانية قائمة أو الاتحاد هيقوم بتنفيذها في مجال فيما يختص الناشئين وتطوير القطاع ده، غير بص، الحافز والألف ناشئ والحاجات دي؟ احنا عايزين ان البرنامج نفسه ما يكونش برنامج رياضي فقط يعني. هو برنامج رياضي تعليمي تدريبي. احنا مش هدفنا ان احنا نطلع 8 ابطال، احنا هدفنا ان احنا نطلع 2000 رياضي، 2000 شخص سوي للمجتمع، في الاخر نختار منهم 8 ابطال. ولكن الرياضه عمرها ما كانت بطوله بس. انت لما تفكر فيها، انت النهارده بالنسبه لك، عشان كده احنا هدفنا يمكن اوسع كده في الروت 1000 جونيورز او ال1000 ناشئ. احنا مش هدفنا ان احنا بندور على 8 ابطال، احنا بندور على ان احنا ازاي نربي ولاد كويسه من خلال تاثيرنا عليهم الرياضي. ففي مبادرات كتيره للناشئين، وزي ما قلت لك احنا يمكن لسه ما وصلناش للربع اللي احنا عايزين نحققه مع الناشئين، ولكن اظن الفتره الجايه هتكون فتره كويسه جدا ان شاء بس الله. يكفى التركيز على القطاع ده، لأن هو طبعا المستقبل، وهو طبعا. ده اللي هيخلي اللعبة توصل لحتة مختلفة على مستوى العالم إن شاء الله. هل ممكن مصر توصل في البادل زي السكواش في يوم من الأيام؟ هتوصل ان شاء الله. إن شاء الله. توقف في خلال قد إيه في رأيك؟ لا، ما اقدرش اقول لك، لان انا مش عارف اكون موجود ولا مش، انا مش عارف انا قاعد لحد امتى اصلا، يعني ولا 5 عارف. سنين، 10 سنين، لا ولا لا، 20 سنة؟ انا شايف ان شاء الله باذن الله يعني البادل ممكن تكون اللعبه من الالعاب الشعبيه الاولى في مصر. انا شايف ده وده هدفنا اللي احنا بنعمله، وده اللي احنا ماشيين عليه، وده اللي خطتنا محطوطه عليه. وزي ما بقول لك، انا كل الارقام اللي بص عليها في البادل حاليا، ارقام الحمد لله مره تانية في الورد بادل ريبورت توري ان مصر ماشيه سرعه الصاروخ. فده هدفنا يعني. الواحد هيسيب النهارده، زي ما انت لسه كنت بقول لك، النهارده لو الواحد ما عندوش باشن لحاجه زي كده، بالظبط. هيعمل عمل ليه؟ يعني فهو ده هدف نحققه بقى في الاخر. ده يرجع لحاجات كتيره من ضمنها مجهودنا واخلاصنا في اللي احنا بنعمله. قلت لنا انت في اول لقاء ان الاتحاد، ودي حقيقه يعني يشهد لها كل المجتمع البادل والمنطقه كلها، الاتحاد بينظم بطولات دوليه كتير جدا جدا جدا، لان ده في مصلحه اكبر للاعبين وبيدخلوا التصنيف، وانت شرحت الحته دي. هل في نسبه معينه او توازن معين بين البطولات الدوليه والمحليه انت بتحافظ عليه، ولا تركيز الاتحاد على البطولات الدولية فقط، ولا التركيز على بطولات محلية أكتر؟ إيه الأفضل تصور للحتة دي في رأيك؟ بص، هو المفروض ان كل حاجه بتخدم قطاع معين او فئه مختلفه. انت عندك الناشئين دول بيشاركوا في سنه في الفئه العمريه بتاعتهم، سواء 12 14 16. اول ما بيجي 18 بيبقى عايز يكبر شويه. هو لو لعب 18 بس يبقى هو كده مستوى يعني. هو بيبقى عايز احتكاك أقوى. لازم من اول اخر سنه في 16 وبدايه 18 يبدا يلعب في المرحله الاكبر منه. هي دي بقى المفروض اللي يلعب فيها في البطولات الجمهوريه، لانه صعب جدا يبدا ينافس بطولات دوليه من هو عنده 16 سنه، غير لو هو طفره. نتمنى ان يكون مع الوقت يعني. اسبانيا كده، اسبانيا تلاقي ان رقم واحد عندهم في 18 على الجمهوريه اصلا مش في اهم 20 لعيب في اسبانيا، لان الباقيين كلهم طلعوا خلاص بيلعبوا بطولات دوليه. بالظبط. ده الطبيعي. احنا لسه مش في المرحله دي. فانت المفروض هو عنده 16 سنه، عنده مدرسه، عنده امتحانات، مش هينفع يبدا يسافر يلعب بطولات بره. فانت طبيعي بتاهل له البطولات المحليه. فالخطوه الثانيه دي، واحنا كمان النهارده زودنا يمكن مرحله تحت 23 سنه، هي دي المرحله اللي بطوله البطولات المحليه دي هدفها الرئيسي المفروض ان انا اخلق مكان يقدر يتنافس فيه الناس اللي طالعه من تحت في مستويات ولا عاليه جدا عليهم، ولكن في نفس الوقت تقدر تسهل لهم الاحتكاك داخل بلدهم. بيخلص من المرحله دي لو هو مهتم جديا فعلا، لازم يبدا يطور. وصل سن 18 19 بقى ترتيبه كويس في مصر، بدا يكسب معظم الفرق اللي في مصر، بيكسب بطولات الجمهوريه، ما بقاش في اي نوع من او البطولات المحليه، ما بقاش في اي نوع من التنافس عنده هنا قوي، يبدا يطور. في الحاله دي بقى انا بعمل له بطولات دوليه في مصر،
عشان لو هو مثلا محتاج يعمل 20 بطوله في السنه، على الاقل يبقى عنده 5 6 7 8 في بلده. فهو دول كل واحده من دول هو تدرج طبيعي. فالناشئين مطلوبه، البطولات المحليه مطلوبه، البطولات الدوليه مطلوبه. هي مش فكره انا المفروض اعمل ايه لايه. مفيش ميكس معين يعني. لا، هو بس الميكس انا زي ما قلت لك، لو انا اقدر اعمل والله كل شهر بطوله دوليه هعملها، بس طبعا ده بادجت عالي، وفي نفس الوقت هتفقد شويه هدفها وقيمتها. انت طبيعي زي ما قلت لك كده بتتدرج، زي ما اي حد بيتدرج انت في الاول بتلعب ناشئين، بعد كده بتلعب لوكل، بعد كده بتلعب انترناشونال. وغير كده برضه انت ما تنساش حاجه معينه. البطولات او البطولات العاديه المفتوحه في ناس كتيره في مصر بتعملها، انما الدوليه انا بس اللي بعملها. فانا عايز ان انا او مش انا بس، يعني انا اللي بنظمها، انا الوحيد اللي ممكن اكون مشرف عليها، حتى لو في بروموترز خاصين بيعملوهم، ولكن هي تحت اندر ماي سوبرفيجن. فلازم ان انا احاول اقدر اكتر منها، علشان خاطر ده نشاط، ده هي نشاط. مهمه جدا، ودي من خطوات الاتحاد اللي طبعا بيعملها طبعا الكويسه طبعا جدا طبعا. طبعا وفي يعني. الحته دي برضو انا احب اسير نقطه معينه كنت يمكن كلمتك عليها قبل ما نتكلم، البطولات الخاصه اللي بتتعمل. البطولات الخاصه ده اللي كنا رايحين له بعدين. ناس كتير بتقول لي انت ايه البطولات الخاصه، وبدون ذكر اسماء يعني عشان خاطر مش عايز اتكلم. وفي ناس بتعمل سلسله بطولات وتورز انا دايما برجع وبقول هل انت ساكت ليه؟ اولا انا كاتحاد لازم امشي تبع قانون الدوله. قانون الدوله تخليني ما اقدرش اشوف اي حد اللي هو مش مرخص وزاره شباب ورياضه، ما اقدرش، لان انا هنا بمثل الدوله. الحاجه التانية دايما بقول لهم دي حاجه تبسطنا، لما انت بتلاقي ان في شباب بينظموا ايفنتات بتشد مجموعه لاعبين يلعبوا اللعبه وتزود من قاعده وبتزيد الممارسه. الممارسين بشكل طب ما في الاول وفي الاخر يا جماعه قوي. كله بيصب في البادل المصري. احنا كل هدفنا بس ان احنا ننسق، عشان ما حدش يجي يقول لك انت كاتحاد انت ازاي سايب ناس وترخيص وزاره شباب ورياضه، وده قانون الدوله ده لازم كلنا نمشي عليه. وفي نفس الوقت بيساعدنا ان احنا لو عايزين نطور من التور بتاعنا نطور فيه. ده غير ان دايما بقول يا جماعه الاتحاد المصري لا ينافس احد. الاتحاد المصري ده اتحاد بيعمل جوفرننج لعبه البادل في مصر، فبالتالي عنده نشاطات كتيره جدا. بيعمل بطولات ناشئين، بيعمل كورسات مدربين، بيعمل معسكرات، بيدير منتخبات، بيعمل بينسق جهود مع انديه، بيعمل دوري. فانا ما عنديش وان سنجل دومين شغال عليه، ما عنديش هدف واحد ان انا اعمله. يمكن اكتر حاجه بتبقى ظاهره هي البطولات، لان دي اكتر حاجه بتتشاف للناس. ولكن العكس حاجه تفرحنا، احنا بنشجع الناس كلها ان هي تعمل بطولات ويبقى في تنافس شريف وتزود عدد القاعده، دي حاجه تفرحنا. ولكن دايما بنوجههم يا جماعه لو سمحتوا اعملوها تحت القوانين اشراف المصريه. الاتحاد والقوانين. لا يعني تطبيقا للقوانين المصريه عشان احنا نقدر نساعدهم. فدي كانت يمكن نقطه مهمه جدا جدا جدا، ومجتمع البادل محتاج يفهمها، ان احنا بنساعد اي حد او عايزين نساعد اي حد عنده فكره هتساعد في تطوير الرياضه، سواء في القطاع الخاص او سواء داخل الانديه. فكر متطور ومتميز الحقيقه يعني. نحب نشكرك عليه طبعا الفكر ده. طب هل ممكن اللجان الجانبيه او حاجه زي رابطه اللاعبين، الحاجه دي مش ممكن تساعد في ان طبعا صح. التنظيم احنا عندنا فكره حاليا ان احنا بنعمل لجنه لاعبين، واتكلمنا صراحه مع احد اللاعبين يعني بدون ذكر اسمه عشان نبدا كنا المفروض نقعد مع بعض الاسبوع اللي فات، ما حصلش، بس ان شاء الله باذن الله هنكون ده من ضمن الحاجات اللي محتاجين نسمع للعيبه ومحتاجين نعرف اللي ممكن يتعمل اكتر للاعبين يعني. طيب نروح بقى لحته كده خفيفه شويه. مين في رايك اعظم لاعب بادل في التاريخ؟ لا طبعا هي الارقام بتقول بيلا ملوش حل يعني، بيلا يمين شمال هو صديق. بس يعني هو مش عشان صديق، هو انا يعني عارف طبعا مش هو عشان يمين صديق، بس شمال هو يعني 17 سنه اون توب اوف اللعبه 16 سنه اون توب اوف ذا وور يعني. كسب يمين، كسب شمال، كسب بره الملعب. هو الراجل ما عملش حاجه، ما فيش حاجه ما عملهاش يعني. طبعا. ومين افضل فريق؟ هما ما فيش غيرهم يعني ولا تاريخيا في حد احسن منهم؟ ما هو تاريخيا احسن فريق برضو بالارقام 14 سنه رقم واحد بيلا وخوان مارتين دياز. لو انت بتتكلم بالارقام يعني كل اللي عملوه كويه وتابيا سواء جالان وليبرون لسه ما يجيش شعرف اللي هم التانيين عملوهم يعني. ايه احلى ماتش بادل اتفرجت عليه في حياتك اللي شدك ويعني مش قادر تشيله من ذاكرتك؟ لا احلى ماتش بادل حضرته نهائي كاس العالم 2022 طبعا يعني. كان بين مين ومين؟ اسبانيا وارجنتين. طبعا دخلنا الساعه 5 الاستاد، لنا الساعه 3 الفجر. ياه. ماتش كان اخر كاس عالم لبيلا.
دخلوا اول ماتش تابيا وشينجوتو كانوا بيلعبوا مش فاكر مين، كويو مش فاكر مين يعني، وخسروا. تاني ماتش نزل خلاص بقى قلنا اسبانيا يعني ايزي يعني، خسروا فاينل سات وكانوا كسبانين. تاني ماتش نزل وكان هناك الملعب بطيء فالماتشات بتطول يعني. تاني ماتش نزل نزل كويو وجالان، خسروا من ستوبا ودينينو. كان بدايه بقى عوده السوبر بي، بس ما كانوش لسه رجعوا يعني. خسروا منهم 6-4 6-2 تقريبا. ودخل فاينل الماتش الاخير بقى بيلا وسانيو، كانوا هما اتنين بقى بيعتزلوا خلاص يعني، ضد ضد مومو واليكس رويز اظن. وكانوا خسرانين وبعد كده كومباك وكسبوا فاينل ست. كان يعني حاجه، ماتش اظن تنافسي ماتش انا بقول لك جامد جدا. دخلنا 5 اظن وطلعنا الساعه 3 الفجر حاجه زي كده. ياه. اه طيب في نهايه لقائنا عايزين رساله منك للمجتمع البادل المصري لا انا والوطن العربي. بص يعني، لا هو الرساله دي يمكن موجوده اصلا، انا كاتبها او يعني انا قصدت ان انا اكتبها شخصيا في اول في اول صفحه في الايجيبت بادل ريبورت. هو رساله شكر وامتنان، لان انا في الاول وفي الاخر دايما برجع وبقول كل اللي مصر وصلته في البادل حاليا لا يرجع فقط الى ولا احمد غتوري ولا الاتحاد المصري للبادل، هو البادل كوميونتي في مصر كلها اللي احنا جزء منه. فاحنا عملنا دورنا وفي ناس كتيره جدا عملت دورها، والبادل كان استحاله يوصل للمرحله اللي احنا فيها في مصر حاليا لولا مجهودات ناس كتيره جدا، ناس انا ذكرتهم وناس ما ذكرتهمش وناس يمكن انا اصلا ما اعرفهمش. ولكن في الاول وفي الاخر الرساله اللي انا احب اوصلها ان انا بشكره، وان احنا كلنا بنساعد بعض سواء دايركتلي او اندايركتلي، وان احنا كلنا هدفنا واحد، ان احنا عايزين نشوف مصر والمنطقه دي نفسها بلد متطوره في الرياضه، ونقدر نطلع ونشوف ولادنا ابطال، ونقدر ان احنا نحس ان احنا خدمنا بلدنا فعلا، ان احنا حطيناها على الخريطه في احد الرياضات. فهي رساله بسيطه جدا، هي شكر وامتنان لكل من شارك، وانت طبعا واحد فيهم. بشكرك على دعوه النهارده يعني، وان شاء الله نقدر نستمر سواء انا في المكان دوت او في اي مكان تاني، ان احنا نقدر نخدم هذه الرياضه جوه مصر باذن الله. مهندس احمد الغتواري رئيس الاتحاد المصري والبادل، شرفتنا ونورتنا. كان لقاء ممتع جدا، اتكلمت فيه بصراحه وبتوضيح لحاجات كتير. اعتقد ان احنا كلنا استمتعنا واستفدنا النهارده من وجودك معانا. بنشكرك. انا اللي بشكرك ونورت. جدا على دعوه كريمه، وان شاء الله يا رب تكون حلقه مفيده وتعجب الناس. نورت. شكرا.